تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحلية. أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. دعوة للدفع بمهام حفظ المياه والتربة بالإقليم الجنوبي. مركز الأبحاث الزراعية يخلق فرص العمل. سيمينار صحي توعوي حول تعزيز تبرع الدم في كرك. كوريا الشمالية تقول أن العقوبات الجديدة عمل من أعمال الحرب. وتركيا تقيل أكثر من 2700 موظف. وأكبر طائرة برمائية بالعالم تكمل نجاحها. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا وزير الزراعة السيد رفاعين برهة في الاجتماع التقييمي الذي عقد في مدينة مندفر بالإقليم الجنوبي إلى ضرورة إعطاء مهام حفظ المياه والتربة أولوية خاصة لرفع الإنتاج والإنتاجية. وقال الوزير رفاعين برهة في اجتماع قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الجنوبي الذي نظم في 22 من شهر ديسمبر الحالي بأن تنمية المحاصيل والخضروات والفواكه وكذا تربية المواشي ترتكز بشكل كبير على حفظ التربة والمياه، داعيا لإعطاء تلك الأنشطة أهمية كبيرة سواء كان على المستوى الأهلي والفردي. وأشار الوزير الرفاعيني إلى أن دورة المحاصيل تعد من أنجع سبل مضاعفة الإنتاجية، منوها إلى إعطاء الأهمية الكبرى لتربية الأبقار المختارة واستخدام الوقاية المنسقة للآفات الزراعية إلى جانب تلك الأنشطة الزراعية الفعالة. وناقش الحضور بإسهاب التقرير الذي قدمه فرعية الثروة الحيوانية وتنمية البذور في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء وزارة الزراعة القادمين من 12 مديريات بالإقليم، والمرتكز حول الأعمال المنجزة هذا العام في حفظ التربة والمياه والتنمية المروية. وذكر مسؤول البذور في مكتب الوزارة بالإقليم الجنوبي السيد تخلو براخي عن حصاد 770,340 كنتالا من الذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية التي زرعت هذا العام في 155,508 هكتار، مشيرا إلى انخفاض إنتاج هذا العام بنسبة 52% مقارنة مع العام الماضي، وذلك نتيجة شح هطول الأمطار هذا الخريف. وأوضح السيد تخلو عن حصاد 119,000 طن من الخضروات والفواكه، مشيرا إلى أن نقص آليات تطور الإنتاج وقلة الجرارات وتأخير تنفيذ عملية إعادة الأراضي أثرت سلبا على أنشطة منمي البساتين. من جانبه أفاد مسؤول الثروة الحيوانية دكتور عقباز كفليه بأن قلة نسبة الأمطار في هذا الخريف أثرت سلبا على الثروة الحيوانية، موضحا في الوقت ذاته عن إنتاج 36 مليون لتر من ألبان الأبقار التي تتربى في المزارع الحديثة والتقليدية، مشيرا إلى انخفاض نسبة إنتاج هذا العام بنسبة أقل من 50% مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية. وذكر الدكتور عقبازقي عن حصاد إنتاج مرضي من تربية العسل والدواجن، مشيرا إلى ازدياد مربي النحل هذا العام في الإقليم ب 39% وارتفاع نسبة المناحل ب 11%. بدورهم قدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة من ضمنها إعطاء الاهتمام الأكبر لنقص أدوية التطعيم والتي تتسبب بدورها في إحداث الضرر على إنتاج المواشي، وإعادة النظر في تعليمات ولوائح إعادة أراضي منمي البساتين، وكذلك إلى تعزيز مراقبة أدوية المبيدات الحشرية غير القانونية. وفي الكلمة الختامية التي ألقاها حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جورو كريستوس، أكد فيها على مشاركة إدارته النشطة منسقة قدراتها وإمكانياتها لتعزيز التنمية الزراعية لكونها تعد من أهم القطاعات التي تعطي أولى الأولويات، وكذلك تعزيز الاستثمار الجري في هذا المجال. صرح مسؤول مركز الأبحاث الزراعية الوطني بحلحال الناشط تحت رعاية وزارة الزراعة السيد هايل برهة عن الدور الذي يلعبه المركز لخلق فرص عمل إلى جانب الأبحاث الزراعية التي يقوم بها لتقديم البذور المحسنة إلى المزارعين ومضاعفة الإنتاج. وأوضح السيد هايل بأن المركز يضم 200 موظف دائم وأكثر من 20 غير دائمين وحوالي 250 يعملون بشكل يومي في 5 أقاليم البلاد، مشيرا إلى أن سكان مدينة دبروع وضواحيها تتاح لهم فرصة العمل في المركز في الخريف. وتفيد المعلومات الواردة بأن المركز يستقبل العمال القادمين من مناطق امنات الليم وعد جدة وعد بزح النس وعد قرد ومدينة دبروع،
ليعملون في مختلف الأنشطة الزراعية. وقال العمال الذين تتفاوت فترة عملهم في المركز من 5 أشهر إلى 15 عاما أنهم استطاعوا بفضل المركز الزراعي تحسين حياتهم المعيشية. وبدأ مركز الأبحاث الزراعية بحلحلة عمله في العام 1995، وينشط في أبحاث البذور والحيوانات والثروات الطبيعية والفطرية والهندسة الزراعية والتنوع الإحيائي، ويعمل في حفظ البذور المحسنة والمحاصيل والخضروات والفواكه وتقديمه للمزارعين. انتخب سكان ضاحيتي إمبرمي وحرقيقو في إقليم شمال البحر الأحمر والمدراء التنفيذيين ولجان القرى. ويندرج الهدف من الانتخابات التي جرت في 19 و20 من ديسمبر الجاري في ضاحيتي إمبرمي وحرقيقو في استبدال المدراء الذين انتهت فترة خدمتهم بمدراء جدد. وأوضح مراسل وكالة الأنباء أن سكان ضاحية حرقيقو عبروا عن ارتياحهم للخدمات الجيدة التي قدمناها المديرات السابقات، مما دفعهم لانتخابهن مرة أخرى. ودعا مدير مديرية مصوع السيد كيداني والدسلاس المدراء المنتخبون إلى خدمة السكان بتفاني وإخلاص وتحمل المسؤولية التي حملها إياهم السكان، وعلى المواطنين إبداء التعاون اللازم في كافة أنشطتهم. نظم في مدينة كرن سيمينار يسهم في تعزيز الفهم والوعي حول تبرع الدم وخاصة التبرع الطوعي. وأوضح رئيس جمعية تبرع الدم في إقليم عنسب الأستاذ مبرهة طعماي أن الجمعية كانت تعمل بالتركيز أكثر على الطلاب، إلا أنها تعمل في الوقت الحالي مركزة اهتمامها على كافة قطاعات المجتمع. وذكر الأستاذ مبرهة أن الدم المتبرع يستفاد منه في تعويض الدم المسال في فترة الحمل والولادة أو أثناء الحوادث، مفيدا بأنهم سيعملون أكثر بالتركيز على أنشطة توعوية. من جانبه قال المدير الطبي لمستشفى مدينة كرن الدكتور يافيت هيلا ميكائيل أن الدم المتبرع به يذهب 67% منه لتبديل الدم المسال في فترة الحمل والولادة، مؤكدا بأن التبرع الطوعي للدم ليس له أي مشاكل صحية، وأن ترسيخه كثقافة عمل يعد نبيلا. بدورها أفادت مسؤولة المرأة في إقليم عنسب السيدة آمنة حسن أن العمل المنظم جاري لمضاعفة أنشطة المرأة وتعزيزها بدورها ورفع معرفتها حول تبرع الدم. المشاهدون الفاضل، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وصفت كوريا الشمالية العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي بأنها عمل من أعمال الحرب بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية. ونشرت الوكالة بيانا لوزارة الخارجية قالت فيه أن الإجراءات الجديدة بمثابة حصار اقتصادي شامل. وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر عقوبات جديدة على بيونغ يانغ يوم الجمعة ردا على تجاربها الصاروخية. وصوت أعضاء مجلس الأمن ويضم 15 دولة بالإجماع لصالح فرض العقوبات التي تتضمن تقليص واردات الوقود بنسبة تصل إلى 90%. وتخضع بيونغ يانغ بالفعل لعقوبات من جهات عدة مثل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. قالت السلطات التركية 2700 موظف إضافي تقول الحكومة أنهم مرتبطون بتنظيمات إرهابية. وتعد هذه أحدث دفعة من الإقالات التي شملت موظفين حكوميين وعسكريين في إطار الحملة التي بدأتها الحكومة منذ محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي. وجاء في الجريدة الرسمية أن 2756 موظفا أقيلوا من وظائفهم في مختلف الإدارات من بينها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع. وتتهم تركيا رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن ومنظمة خدمة التي يديرها بأنها دبرت ونفذت محاولة الانقلاب على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وتنفي المنظمة التي تصنفها الحكومة التركية تنظيما إرهابيا ضلوعها في محاولة الانقلاب. وتتهم الحكومة جولن وأتباعه أيضا باختراق أجهزة الدولة ومؤسساتها. أكملت أول طائرة برمائية كبيرة محلية الصنع في الصين أول رحلة تجريبية لها بنجاح، وعادت إلى مطار جينوان للطيران المدني في مدينة شوهاي بمقاطعة غوانغونغ جنوبي الصين. واستمرت الرحلة حوالي ساعة على ارتفاع 3000 متر
بعد أن أقلعت من مطار شوهاي ورافقتها طائرة أخرى تحل طاقم فنيين وتصور الحدث. ويمكن للطائرة حمل 50 شخصا خلال مهام البحث والإنقاذ، وجمع 12 طنا من المياه في 20 ثانية لمكافحة الحرائق ونقل ما يصل إلى 370 طنا من المياه دون التزود بالوقود. وستستخدم الطائرة البرمائية بشكل رئيسي في عمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات والمراقبة الجوية. تلاحم قوس قزح فوق شلال هوك المتجمد وأعمدة الجليد المتناثرة من الشلال ليرسما معا مشهدا ساحرا وجمالا مهيبا جذب الزائرين والمصورين من جميع أنحاء الصين. وحين يتجمد شلال مياه هوكو نتيجة انخفاض درجات الحرارة في الشتاء القارس، تتحول حبات مياهه المتناثرة إلى ثلج محتفظا بمختلف الأشكال والهيبات، ويصبح مقصدا لعشاق السياحة الشتوية. ويقع شلال هوكو الشهير على قطاع النهر الأصفر في محافظة جيشيان لمقاطعة شانشي الواقعة شمالي الصين، وقد اجتذبت بقعة ذات المناظر الخلابة العديد من السياح والمصورين. وانخفضت درجة الحرارة في جيشيان إلى حوالي -10 درجات مئوية، وأصبح الشلال يشبه الضباب متقلب الستائر المصنوعة من أعمدة الجليد. المشاهدون الأفاضل، بهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة. في أمان الله.